ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. انا احمد عادل ودي قناه تعلم ببساطه. هنتعلم حاجه النهارده مهمه جدا، وهي حاجه اسمها اللينكات او اللينكس. دلوقتي لو انا جيت عملت له H1 فانا اقدر اكتب كده كلمه H1 وادوس انتر. اول ما ادوس انتر هو هيفتح لي ال H1 ويقفلها لي، واكتب جوه كده كلمه اسمها لينكس او اللينكات عشان ابين بس اللي احنا هنشرح النهارده اللي هو ايه، اللي هو اللينكس. فلما عملت ريفريش ظهر لي اللينك. طيب 100 100 وزي الفل. دلوقتي عشان انا اعمل لينك فانا بستخدم التاج اللي هو حرف ال A، فبفتح علامه الاكبر من وبعد كده اكتب حرف ال A وبعد كده اقفل علامه الاصغر منه، فهتلاقيه هو على طول فتح لي اللينك ده حرف الايه وقفله لي. تمام. طيب انا جوه حرف الايه ده انا بكتب اي كلمه، وليكن انا هكتب له كلمه جوجل. فانا لما اجي اعمل ريفريش كده هتلاحظ ان كلمه جوجل زي التكست العادي جدا، النص العادي جدا، يعني حتى انا مش عارف ادوس عليه. يعني اللينك ده المفروض انا ادوس عليه، ولما ادوس عليه يدخلني على ايه؟ يدخلني على شركه جوجل او موقع جوجل. يعني بعملها ازاي دي؟ جوه التاج اللي هو اسمه حرف الايه ده انا بكتب كلمه مهمه جدا اسمها href، وبعد كده بدوس ايكوال فهيفتح لي علامتين التنصيص دول. href دي معناها هايبر تكست ريفرنس، دي اللي انا بحط فيها اللينك بتاع ايه، بتاع التكست ده. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا هحط هنا لينك ايا كان ايه اللينك اللي انا هحطه. ممكن احط هنا لينك مثلا يوتيوب او لينك فيسبوك او لينك مثلا وليكن موقع على النت. طيب لما بحط هنا اللينك ودوست على التكست ده في الموقع هيدخلني على اللينك اللي انا حاطه هنا. مش فاهم ولا كلمه. انا دلوقتي هاجي عند جوجل هكتب جوجل عادي جدا فهيفتح لي جوجل عادي جدا اهو، فتحها لي. انا هاخد اللينك بتاعه ده ازاي؟ يعني هاخد لينك جوجل ده ازاي؟ بطلع فوق هنا كده وبعلم عليه او باخده كده كنترول ايه وبعد كده ادوس كنترول سي عشان ياخده كوبي، واجي هنا. اجي هنا ايه بقى؟ اجي هنا احط لينك جوجل، فهو على طول كده راح حط لي ايه؟ حط لي لينك جوجل. نرجع بقى للموقع بتاعنا ونيجي ندوس ريفريش. لو تلاحظ ان التكست اللي انا حاطه هنا ده كده، يعني انا حاطط هنا جوه كده التكست ده لو تلاحظ في الموقع بتاعنا بقى عمل ايه؟ بقى لونه ازرق واتحط تحتيه خط. لما انا ادوس عليه، اول ما ادوس عليه هيروح مدخلني على ايه؟ هيروح مدخلني على المتصفح اللي هو بتاع جوجل. تقدر تاخد مثلا وليكن موقع يوتيوب، فكل اللي عليا اللي انا هكتب له بدل جوجل دوت كوم والحاجات دي كلها، لا انا هكتب له يوتيوب واقول له دوت كوم، واجي هنا على الموقع بتاعنا واجي اعمل ريفريش. ولو انا دوست على كلمه جوجل هتيجي تقول لي هو انا ينفع ادوس على كلمه جوجل يدخلنا على اليوتيوب؟ انت مالكش دعوه ايه التكست اللي جوه ده. التكست اللي جوه ده عباره عن حاجه. اما اكون مثلا وليكن اكتب حرف جي، يعني انا لو كتبت حرف جي كده وجيت عملت ريفريش ودوست على حرف جي هيدخلني على ايه؟ هل هيدخلني على موقع جي يعني؟ لا، هيدخلني على الموقع اللي انا حاطه بين ايه؟ بين الاتش ريفرنس دي. فهاجي ادوس على الجي كده هيروح على طول مدخلني ايه؟ مدخلني على اليوتيوب. تمام. طيب بس انت هنا في التكست ده او في الجزء اللي انت بتكتب فيه النص، انت بتكتب الحاجه اللي فعلا هتدخل على اللينك. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش هنا تكتب لي مثلا وليكن فيسبوك والمستخدم يجي يدوس على كلمه فيسبوك ده تلاقيه دخل على اليوتيوب. اكيد طبعا الكلام ده مش منطقي. بس التكست اللي انت بتحطه هنا ايا كان ايه هو التكست ملوش دعوه باللينك اللي هيدخل عليه. اللينك اللي هيدخل عليه فين؟ اللينك اللي هيدخل عليه محطوط في الاتش ريفرنس ده. تمام. طيب لو تلاحظ وليكن لو انا هعمل ريفريش بس كده هتلاقي كلمه يوتيوب ظهرت. اول ما يوتيوب دي تظهر ودوست عليها هيروح مدخلني ايه؟ مدخلنا على اليوتيوب. بس احنا مش عاوزينها يوتيوب، احنا عاوزينها جوجل دوت كوم. فانا هقول له كده جوجل دوت كوم. تمام. طيب واكتب هنا ايه؟ واكتب هنا جوجل. حلو 100 100 وزي الفل. فانا لما اجي اعمل ريفريش هتلاقي كلمه جوجل ظهرت. طيب عشان انا افتح جوجل ده في نيو تاب فانا بدوس على كليك يمين وبعد كده اقول له اوبن لينك ان نيو تاب، يعني هيفتح لي اللينك ده فين؟ في صفحه جديده او في تاب جديده في جوجل كروم. فلما ادوس عليه كده هتلاقي لو تلاحظ جوجل فتحت ايه؟ فتحت هنا. لكن انا مش عاوز اخلي المستخدم يعمل كده. انا عاوز اول ما يدوس على شركه جوجل دي او يدوس على اللينك بتاع جوجل ده على طول يدخله في نيو تاب. اصلا دلوقتي لو دوست عليها لو تلاحظ هو شال الموقع بتاعي ودخل ايه؟ ودخل على جوجل على طول. بس انا هرجع خطوه لورا كده. طيب بنعملها ازاي دي؟ احنا كل لعبنا على فكره في السطر ده اللي هو اللي فيه حرف الايه اللي هو بيدل على اللينك. يعني ايه؟ يعني بيقول لك بص يا باشا، انا حرف الايه ده عباره، لما يجي كده فيجوال ستوديو كود يقرا هيقول لك حرف الايه ده عباره عن لينك. طيب فين اللينك؟ اللينك ده بين الاتش ريفرنس ومحطوط فيه اللينك ده. خلاص اي تكست هيتكتب هنا انا اول ما المستخدم يدوس عليه هدخله على اللينك اللي موجود هنا. طيب افرض بقى انا عاوز اخليه يكون موجود في نيو تاب، اعمل ايه؟ الموضوع سهل جدا وبسيط. بقول له تارجت، بقول له هدف تارجت يعني هدف. بكتب كلمه تارجت وبعد كده اقول له ايكوال، هيروح فاتح لي علامتين التنصيص دولت على طول. هدف ايه؟ هدف اللينك ده ايه؟ هروح كاتب له اندرسكور، بدوس على شيفت ماينس فيفتح لي العلامه دي، واقول له بلانك. بلانك يعني ايه بقى؟ يعني افتح لي اللينك ده في صفحه جديده. فلما انا اجي اعمل ريفريش كده وادوس على جوجل لو تلاحظ راح فاتح لي ايه؟ فاتح لي في صفحه جديده والموقع بتاعي اهو. يبقى فتح لي ايه؟ فتح لي جوجل ده في صفحه جديده. طب افرض انا عاوز اخليها لا، اخليها زي ما هي، فتحها لي في نفس الصفحه. تقدر تشيل كلمه تارجت دي خالص كده
هو هيكون بشكل افتراضي لو انا جيت عملت ريفرش ودوست على كلمه جوجل هيروح فتحها لي في نفس الصفحه بتاعه الموقع. او تكتب تارجت زي ما هي وبعد كده تقول له بص يا باشا انا هعمل اندرسكور واقول له سيلف، يعني ايه؟ يعني افتحها لي في نفس الصفحه. يبقى احنا كده اتعلمنا اتنين اتريبيوت. اتريبيوت يعني ايه؟ يعني الجزء اللي انا بحطه في التاج. اول حاجه اتعلمت اللي هو الاتش ريف اللي بحط فيه اللينك، واتعلمت تارجت. تارجت دي عباره عن ايه؟ هدف اللينك ده، هل هيتفتح في صفحه جديده ولا هيتفتح في نفس الصفحه؟ سيلف يعني هيتفتح في نفس الصفحه، يعني لما انا اجي اعمل ريفريش كده وادوس على كلمه جوجل هيتفتح في نفس الصفحه. اما بلانك، بلانك دي معناها صفحه بيضاء اصلا، فهو هيفتحها لي في ايه؟ هيفتحها لي في نيو تاب. فلما انا اجي اعمل ريفريش وادوس على كلمه جوجل هيروح فتحها لي في ايه؟ في نيو تاب. تمام، مية مية وزي الفل. تعالى نعمل لينك تاني. هعمل لينك تاني، هروح هكتب له ايه؟ هكتب له حرف الايه بقى. احنا خلاص اتعلمنا ان احنا بنفتح علامه اصغر منه بعد كده الايه والكلام ده كله. عايز تختصر تعمل ايه؟ تدوس على حرف الايه وتدوس انتر. اول ما كتبت حرف الايه ودوست انتر راح فاتح لي الجزء ده جاهز جدا. الاتش ريف ده بحط فيه ايه؟ بحط فيه لينك. طيب هنيجي مثلا وليكن نجيب لينك جيت هاب، فهاجي هنا على كلمه جيت هاب، فده اللينك بتاع جيت هاب. فهاجي هنا على الجزء ده، لو تلاحظ كده كبرت لك الصفحه دي، ده اللينك بتاع جيت هاب. فانا هاجي هنا كده وبعد كده اروح حاطه فين؟ مش هحطه هنا، اوعى تحطه هنا. لو حطيته هنا وانا جيت عملت كده ريفريش، لو تلاحظ ان هو ماشي، هو لينك كل حاجه، بس ده تكست. حتى انا لما اجي ادوس عليه كده مش راضي يوصلني لحاجه. امال المفروض اكتب ايه هنا؟ تكتب هنا اسم الحاجه اللي انت عاوز توصل لها. يعني وليكن انا هقول له ده جيت هاب. جيت هاب ده ايه اصلا؟ جيت هاب ده الموقع اللي احنا بنرفع عليه الاكواد، وهنبقى نتكلم عليه بعدين، بس مالكش دعوه بيه دلوقتي. طيب انا لما اجي اعمل ريفريش هيقول لك والله ده في جيت هاب اهو، حتى بقى لونه ايه؟ بقى لونه ازرق، وده لينك عشان محطوط في حرف الايه. طيب عايز اعمل ايه؟ عايز اخلي جيت هاب ده يوصل لللينك. احطه فين؟ احط اللينك بتاعه هنا. يبقى لينك جيت هاب ده لما انا اجي اعمل ريفريش وجيت دوست كده على جيت هاب هيروح موصلني ايه؟ للجيت هاب بتاعي على طول. تمام. طيب عايز اخلي التارجت بتاعه بلانك، فكل اللي عليا اللي انا هاجي بعد اللينك كده واقول له ايه؟ واقول له كلمه تارجت، وبعد كده اكتب له ايه؟ اعمل كده اندرسكور. ولو تلاحظ برده هو كاتب لك اندرسكور بلانك او بيرنت، مالكش دعوه بيها دلوقتي، او سيلف. فاحنا دلوقتي اخدنا البلانك والسيلف. فلو دوست على كلمه بلانك وجيت عملت ريفريش وجيت دوست على كلمه جيت هاب هيفتح لي جيت هاب فين؟ في نيو تاب. مية مية وزي الفل. بس لو تلاحظ ايه بقى؟ لو تلاحظ ان اللينكات دي جنب بعض، يعني لو جيت كبرت الموقع بتاعي كده اللينك ده جنب بعض. ليه؟ لان حرف الايه او اللينك ده اللي هو الايه اللي هو تاج الايه ده عباره عن عنصر انلاين. يعني ايه عنصر انلاين؟ يعني بيجي على نفس السطر، على الرغم ان انا كاتب حرف الايه هنا او كاتب اللينك هنا وكاتب لينك هنا، الاثنين تحت بعض، بس هما الاثنين بيجوا ايه؟ بيجوا على نفس السطر. طيب هو ايه الفرق اصلا بين اللاين وفي حاجه تانية؟ في حاجه تانية، في حاجه اسمها البلوك اليمنت او العنصر البلوك. العنصر البلوك ده عباره عن عنصر كده زي الاتش 1 مثلا. وليكن الاتش 1 لو انا جيت تحتها كده وكتبت له وليكن اتش 2 هقول له كده اتش 2 وبعد كده كتبت له احمد. لو جيت انا دلوقتي عملت ريفريش فهتلاقي احمد نزل تحت اللينكس. الاثنين ما تحطوش جنب بعض. ليه؟ عشان الاتش 1 والاتش 2 والاتش 3 والكلام ده كله ده عباره عن بلوك اليمنت او عنصر مستقل بنفسه بيجي على سطر جديد. طيب دلوقتي انا مسحت احمد دي وهاجي اعمل ريفريش فهتلاقي جوجل جيت هاب على نفس السطر. افرض انا عاوز اسيب منهم مسافه او اسيب منهم سطر، اعمل ايه؟ اقول له ريح. ريح يعني ايه؟ يعني هاجي بين اللينكين دول، ده اللينك اللي هو الاول واللينك التاني، هاجي ما بينهم اقول له ريح. ريح يعني ايه؟ يعني بريك. فهكتب بي ار فيروح فاتح لي اللي هو كلمه بريك دي او التاج اللي هي اسمها بريك. هاجي اعمل ريفريش هتلاقي جوجل وجيت هاب ايه؟ نزلوا تحت بعض. تمام. طيب يبقى ده عباره عن ايه؟ يبقى ده عباره عن اللينك ده. احنا كده عرفنا ازاي نعمل لينك في الموقع بتاعنا. طبعا لسه في شويه كلام حلوين كده عن موضوع اللينكات، بس هنعرفها خطوه خطوه واحده واحده. فهستناك في الجزء اللي جاي، بس عاوزك تذاكر الجزء ده، وهستناك في الجزء اللي جاي عشان نعرف هنعمل ايه بقى في اللينكات اللي بعد كده. تمام، يلا بينا.